عنك، انا اسف. الراجل ده راجل ظالم، ادانا عربيه كاريتا نصها حصان ونصها كنبه، قلنا له ايه اللي انت مديهولنا ده؟ قال لنا هو ده اللي عندي، وكمان جاي النهارده بيحبس خالي. انا اسف سعادتك، والله العظيم خاله ما يشوف الاسفلت الا لما يسدد الاقساط اللي عليه، ولو هم ما قدروش يسددوا الاقساط هيتحبسوا معاه سعادتك. طب انت حابسه ليه دلوقتي وميعاد الاقساط ما جاش؟ انت حابسه دلوقتي في تيره يعني؟ اهو سعادتك اعتراف رسمي، مش ناويين يدفعوا سعادتك. مش ناويين يا عم. لا ناويين. لا مش ناويين. ناويين مش ماشيين. ما ترسوا على بر يا ابني انت وهو. هتدفعوا ولا لا؟ هندفع. هو ميعاد الاقساط جه واحنا ما دفعناش؟ حضرتك اعتبر ان العربيه دي موجوده واحنا هنسدد اقساطها. اسمعني سعادتك، الاثنين اللي انت شايفهم قصادك عليهم 24 قسط، لو ما قدروش يسددوا الاقساط خلوا بيفضل محبوس واخرجه، يجي ميعاد القسط اقدم الوصل واحبسه واخرجه في القسط اللي جاي، وبعدين اقدم القسط واحبسه تاني. لا اله الا الله، وليه الفرهده ديت؟ ما تحبسوا على طول بالوصولات كلها. اسمعني يا ابني انت هو. التلذذ بتعذيب الاخرين صفه من صفات الطرف الاخر، عشان كده انا هطلقه يشم نسيم الحريه وبعدين ارجع احبسه تاني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حسبي الله ونعم الوكيل يا اخي. طب ده شكل واحد طيب. بقول لك يا معلم، عشان انا مش فاضي، هتتنازل عن المحضر ولا نمشي الاجراءات؟ وش سعادتك؟ قبل ما تكلمني انا ما كنتش ناوي اتنازل عن المحضر، لكن بنظرتك ليا انا حسيت ان انا هتنازل عن المحضر وهديلهم وان تشانس فور طرف اخر، يعني فرصه تانية ليهم سعادتك. دي الترجمه. جدع يا معلم. عجبكم اللي حصل لي بسببكم؟ عجبكم البهدله اللي انا فيها؟ يا ريتني ما سمعت كلامكم، يا ريت. بس انا قضيت لحظات سعيده الصراحه جوه يعني. يا ريتني كنت سبتك قدام جامع وانت صغير ومشيت، بس برضو الناس اللي بيصلوا ويقضوا فرض ربنا ذنبهم ايه؟ يا ريتني كنت سبتك قدام دار ايتام، بس برضو العيال الايتام دي ذنبها ايه يا جماعه؟ يا ريتني. خلاص بقى يا خالو، يا ريتني يا ريتني. انت تعرف انا شاكر؟ لا. امال ايه 90 يا ريتني اللي قلتها دي؟ جرى يا عم سرور، ما تبطل زن بقى، في راجل كبير وزنان كده. الله، سيبنا نشوف المصيبه اللي احنا فيها. اللي احنا؟ لا، اللي انتوا يا حبيبي، مش اللي احنا. انا ماليش دعوه بيكم، من هنا ورايح انتوا من طريق وانا من طريق. السكه اللي هتمشوا فيها انا مش همشي فيها. يا ريتني ما اتولدت ولا شفتكم. هو انتوا عليكم كلها غلسه كده؟ مش عارف احنا ايه الفقر اللي احنا فيه ده احنا ما عملناش بالعربيه توصيله واحده. مش وقته كلام في اللي فات، لازم نفكر في اللي جاي. احنا هنعمل ايه عشان نسد كل الفلوس اللي علينا دي؟ لازم نشوف شغلانه. خش كده على اوليكس شوف لنا شغلانه. لا ده الكلام ده لو هنبيع شغلانه. خش على اوليكس. اوليكس ايه؟ خش عادي على جوجل عادي. اكتب شبان في سن الورد. ايه شبان في سن الورد دي؟ الناس هتفهمنا غلط لو قلنا كده. طب اكتب اللي انت عايزه. شبان في سن الورد اهو، مطلوب محاسبين في دولة عربية. بس احنا ما نعرفش الارقام بالخليجي. الارقام اللي بالخليج هتبقى عاملة ازاي يعني؟ وبعدين اصلا احنا مش محاسبين. ما انت اللي جايب لي حاجة فيها شهادة. استنى بقى. مطلوب مغنيين. دي بتاعتي انا بقى. انت بتعرف تغني ولا تتنين؟ والله بتاعتي ده. يا عم انت غنيت قبل كده؟ دي انا العيال مسميني في الشارع عمر الحنجرة. يا عم مفيش حد بيسميك ايه العيال؟ انهي عيال دول؟ العيال في الشارع. يا جدع اقعد. طب اسمع بس عارفك. اسمع مني انا، دي شغلانتي بقى. انت بتغني؟ انت هتغني يعني؟ طب غني. خسارة فيك قلبي في الحب يا قلبي. بس يا ابني بطل دوشه انت اهو. شكلي مش هنجح في الشغلانه دي، الجمهور ما حبنيش. الجمهور مش هيحبك ومحدش هيحبك. التنعير دوت ملوش علاقه بالدنيا اصلا، مش بالغنى. ماشي سيبنا بقى، خلينا نشوف حاجه عدله. ندور. يا ريت اختي ماتت وهي بتولدك، يا ريت. هو خالك عدى ولا خيالي سرح؟ لا ده ولا بس ايه ده؟ ركز. هي دي يا معلم.